على فكره الفلاش ده لو حطيته مع زيت موتور عربيتك وانت بتغسل دايره الزيت صدقني هيبوظ لك المكنه. ليه بقى انا بقول لك الكلام ده؟ لان في ناس بتستخدم الفلاش في عربياتها بيستخدموا استخدامه غلط. في حالات ما ينفعش تحط فيها الفلاش، علشان في حالات بتحط الفلاش في موتور عربيتك صدقني بيبوظ لك الدنيا. وتعالى بقول لك واحده واحده كده وبعقل كده ايه اللي بيحصل لما بحط فلاش وايه طريقه استخدامه، عشان الناس كلها بتسالني في التعليقات يا هندسه احط فلاش مع زيت، احط فلاش مع الزيت. الفيديو ده هو اللي هيقول لك انت بقى صاحب عربيه تحط فلاش لعربيتك ولا لا. الفلاش ده تحطه في حاله واحده، حاله انت لو عايز تغير زيت موتور عربيتك ويكون مسود او المكنه نفسها سودا بدون رواسب، انت كده بتحط الفلاش مع الزيت القديم عشان يبدا يغسل لك دايره الزيت اللي جوه وبتنزله كده. في الحاله زي دي انت ممكن تستخدم الفلاش. اكد 100% اللي ما يكونش فيه اي رواسب، لان لما بتيجي تفتح غطا تكيهات او بتفتح غطا الزيت بتلاقي كتل من الرواسب كتير جدا. في الحاله اللي زي دي لما تيجي تحط الفلاش مع الزيت القديم عشان تغسل دايره الزيت كلها، كل الرواسب دي بتتفتت بتبقى عامله شبه التراب، تنزل هتسد لك مصفى الزيت، هتسد لك فلتر الزيت، ممكن تخش في مجاري تسد الدنيا. عشان نصيحه مني بلاش تحط فلاش عربيتك لما تتاكد ان مفيش رواسب كتل موجوده في الموتور. وانا مش ضد الفلاش، انا بتكلم بس في نقطه واحده، ان ممكن واحد يحط فلاش في عربيته ويكون فيه رواسب كتير يرجع يقول لك الفلاش اللي انا حاطته بوظ لي الدنيا. العيب مش من عيب الفلاش، هو عيب طريقه الاستخدام اللي محدش اخد باله، اللي هو يحط الفلاش على كتل من الرواسب الموجوده كتير جدا. ما هو هيفتتها بس فعلا هيسد لك كل حاجه في المكنه. الحاله اللي زي ديت انت بتتاكد ان الموتور بتاع عربيتك يكون اسود، او انت عاوز تغير لزوجه من اللزوجه، او انت عاوز تغسل دايره الزيت من جوه اللي هو بيسود من جوه. المشكله كمان ان في ناس بتستخدمه غلط. الناس لما بتيجي تحط الفلاش يقول لك امشي بيه يوم، ده اكبر غلط. اقصى حاجه ويوم ما نتاخر حلو قوي 10 دقائق تكون العربيه سخنه، تحط الفلاش في العربيه وتبدا اللي انت تدور العربيه لمده 10 دقائق لحين غسيل الماده مع الزيت، وتبدا اللي انت بعد ال 10 دقائق تبطل تنزل الزيت بتاعك، تبدا تحط الزيت الجديد في عربيتك. على فكره في نوعين، في 20 اي وفي 21 اي، وده اللي بيقعد مع الزيت القديم لمده 10 دقائق وبتنزله تحط الزيت الجديد. اما بقى المنتج دوت فده بيتحط لمده من 500 كيلو ل 1000 كيلو، او انت لو مشيتش من 500 كيلو ل 1000 كيلو في مده قصيره من الوقت، ممكن من اسبوع لاثنين، بتنزله مع الزيت القديم وتبدا تحط الزيت الجديد. ده بقى فايدته ايه؟ ده بقى لما يبدا بعد الرواسب تبدا تتكون تلحقها في اولها قبل ما تكتر وتبوظ لك المكنه. فانت لو حسيت ان الرواسب بدات تظهر في الموتور تحط المنتج 21 اي لمده من 500 كيلو ل 1000 كيلو او من اسبوع لاثنين، ويبدا يغسل لك دايره الزيت كويس جدا، وده امن. الفلاش بقى اللي بيتحط لمده 10 دقائق وبينزل مع الزيت القديم لمده 10 دقائق، بص الماده بتاعته عامله ازاي، خفيف جدا. عشان كده هنقوله 10 دقائق بالظبط ويبدا ينزل مع الزيت القديم. 10 دقائق حلو قوي عليه. 10 دقائق يبقى انت كده ضمنت ان مفيش اي حاجه اتاثرت عندك. اما بقى اللي بيتحط لمده 500 كيلو ل 1000 كيلو او من اسبوع لاسبوعين، فالماده بتاعته بص عامله ازاي، يعني ماده امنه جدا، عامله زي الزيت. بص بس ده معمول بماده كيميائيه داخله بتخش تفور مع الزيت مع السخونيه، تبدا الرواسب اللي هتبدا تظهر فتتها لك خالص. والاحسن ان انت لما تروح تغير زيت في الحاله اللي زي ديت ممكن يحل لك الكارتير وينظف لك المصفى، انت في امان قوي قوي. لكن لما يكون المكنه مليانه رواسب كتير جدا اوعى تحط الفلاش ده او ده، انت كده هتجيب ان الرواسب كلها وتنزل وتسد الدنيا. ففي الحاله زي دي هتقول ايه، انا حطيت فلاش وبوظ الموتور بتاع عربيتي. الموضوع مش في الفلاش، الموضوع فيك انت في عربيتك اللي مليانه رواسب، بتبقى زيوت مضروبه، زيوت معدنيه، كل ده بيتراكم في الموتور من جوه بيعمل لك الرواسب دي كلها وانت مش دريان بحاجه. لكن خلي بالك كويس جدا لما تروح تحط الفلاش يبدا يفتح غطا الزيت ينزل منظار، او لو بيغير جون غطا تكيهات بص على الموتور من جوه، لو لقيته الموتور تمام عاوز تحط الفلاش ال 10 دقائق يغسل لك الزيت القديم ويحط لك زيت جديد تمام. لو حليت ولقيت الدنيا بايظه معاك خالص وفي كتل كده شال كده بجاروف، اوعى. حاله زي دي بقى لازم يحل الكارتير وينظف من فوق وفرشه سلك وقصه ثانيه خالص بتتعمل مانوال. لكن احنا بننظف تكون حاله موتورنا تكون 100%. ابدا انا احط الفلاش بتحط 10 دقائق دي نزل فل، لو ظهرت معايا في موتور عربيتي بعض الرواسب اللي لسه هتتكون احط المنتج اللي بيتحط لمده 500 كيلو ل 1000 كيلو او من اسبوع لاسبوعين.